السلام عليكم أحبتي، مرحبا بكم في قناة حكاية عائشة مع أحداث جد رائعة ومشوقة من مسلسل حكايتي. ما تنسوش بنا تدعموني بوضع لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا لكم مسبقا. جيدة بعد ما وجدت ولدها رضا وكانت مهبطة باش ديه للجمعية باش يبدا التعليم ديالو، هنا كيتصل بها رئيف. ملي كتشوف الاتصال ديالو في التليفون، ولكن كتفاجئ بالشيفور ديالو رئيف اللي كان حابس بالسيارة، وكيقول لها الشيفور السيد الرئيس بغا يتكلم معاك. قالت لي انا عندي بزاف الاعمال ما عنديش الوقت نهائيا. قال لها عافاك سيده جداء، راه بغيت نتكلم معاك غير 5 ديال الدقائق. قالت ليه ما يمكنش ليا، راه ما عنديش حتى انا الوقت. وهو يقول لها راه ما غاديش يمشي من غير لا تكلم معاك. وهي تقول لي صافي يلا هاك خلي معاك ولدي رضا. ومشات عند رئيف اللي قال لها طلعي باش نتكلم معاك. قالت لي انا راه ما عنديش الوقت غدا بولدي للجمعيه. وقال لها غير واحد شويه غنتكلم معاك صافي. علاش خرجتي من الخدمه؟ قالت لي لقيت واحد الخدمه اللي هي حسن في الملهى. قال لها هي قلتي لي بانك ما غتقبليش بديك الخدمه في الملهى، قلتي لي هادشي الليله البارحه ملي كنا كنفطروا. قالت ليه المدير عرض عليا مبلغ زوين وانا وافقت. قال لها ولا عطيتك انايا اكثر من داك المبلغ اللي عطاك المدير ديال الملهى، واش توافقي ترجعي تخدمي عندنا في الدار؟ قالت ليه لا ما يمكنش ليا، انا راه وعدت المدير باني غنخدم عنده وثقوا بيا، وحتى انه السيده اللي كانت تغني تما راهم خرجوها من الخدمه. قال لها رئيف انتيا كتكذبي عليا، انتيا خديتي داكشي اللي بغيتي، خديتي الفلوس، حليتي الدين ديالك يعني خديتي الفلوس وضمنتي التعليم ديال ولدك رضا، ودابا بغيتي تمشي في حالاتك. قالت لي شوف انا ما طلبتش منك تعطيني المجوهرات، وامك هي اللي دبرت التعليم ديال رضا بنفسها، ماشي انا اللي قلتها لها. قال لها رأيي دابا نتيا مرتاحه. قالت لي كيفاش كتعني مرتاحه؟ اشنو كتقصد بالهضره ديالك؟ انا لقيت خدمه احسن، واش ما خصنيش نمشي يعني خصني نبقى معاك؟ قال لها شوف، قالت لي شوف انا ما يعني ما تواخدنيش، انا ما تولدتش غنيه، انا تولدت فقيره، وديك الفلوس القليله اللي ما كتهمكش نتايا انا كتهمني، لاني انسانه فقيره. وامي هبطات وهي منفعله. قال لها واش ما كتحسي حتى بالشعور التجاه ديالي؟ وبقات دمعوا عينيها وهي الدور عنده. قالت لي كيفاش ما كنحس شي حاجه تجاهك؟ بالعكس انت فتى جيد، كنبغيك بزاف كفتى جيد. ويقول لها شنو كفتى جيد؟ وقالت لي كيفاش بغيتيني نبغيك غير هاد فتى جيد، كيفاش بغيتيني نبغيك؟ قال لها كيف ما كنبغيك انا، ظنيتك انك كتبغيني. صافي بقى كيشوف فيها، اما هي دارت مباشره وجرات ولدها رضا وبقات كتبكي، وهو حتى هو بقى كيشوف فيها اللي كانت غادا وعينيه كدمع، يعني كيبكي. وبقات غادا وكتكلم مع ولدها وكتقول لي شوف اولدي، من اليوم فصاعدا غنحلوا كاع المشاكل، من اليوم فصاعدا غنبقى نديك المدرسه، من اليوم فصاعدا غادي نبقى نوكلك ونبقى انا بالجوع، غنكونوا يدينا في يدين بعض وما غنفرقوش بعضياتنا، وغادي نضحكك واخا ما نضحكش انا. المهم ولدي انا غنبقى معاك وغنوقف معاك، غير انت اجتهد. وملي مشى رئيف للدار ديالهم حلت ليهم الباب وكتقول ليه مسحي غير العجلات ديالك ديال ديك الكرسي المتحرك، ولكن هو ما تسوقش لها وزاد. سولات الشيفور قالت له فين مشيتو؟ قال لها مشينا لحيت تاع لاباشي. قالت لي صافي فهمت، وهي تسد الباب ومشات عند ولدها رئيف. اللي قالت ليه مشيتي عند جيداء؟ علاش مشيتي عندها؟ قال لها مشيت عندها باش نسولها علاش انفصلت عن العمل، علاش مشات مبقاتش خدامه عندنا في الدار. قالت لي هي كان عليك تسولها غير في التليفون وهي غتجاوبك. قال لها كون جاوبتني ما كنتش غنمشي حتى لعندها. وهي تقول لي علاش مشيتي اذا؟ قال لها مشيت باش نعرف اشنو علاش خرجت من الخدمه. قالت لي وشنو قالت لك؟ قالت لي انها لقات واحد الخدمه في واحد الملهى ليلي وعطاوها راتب مزيان. هذاك الشيء علاش مشات وهي قبلت بالعمل. وهي تقول لهم ايوا شتي هذا الشيء اللي قلت لك حتى انايا، راه على ودي جوج فرانك يعني جوج قروش زايدين، سمحت فينا وخلاتنا ومشات وخلاتنا غير بوحديتنا. وهو بقى تيشوف فيها. قال لها ولكن رانا اتصلت بداك الملهى واتضح بانها ما خداماش فيه، لاني سولت قلت لهم وقتاش غيبدا البرنامج ديال السيده جيداء وقالوا لي ما كاينش هذا الشيء، يعني انك نتيا اللي جريتي عليها، انت اللي طلبتيها السيده فضيله. قالت لي هي امو علاش غنطردها؟ اش هاد الهضره كتقول؟ واش من السهل عليا انني نلقى شي واحد مزيان في هذا الوقت هذا؟ وانت كتقول لي مالها؟ واش كاين غير مالها واحد هنايا؟ راه كاين بزاف ديال الملاهي وفي ديك الوقيته تينفعل وكيضرب التيليكوموند مع الطبلة وكيمشي. وهنا دقات منار اللي فتحت ليها السيدة فضيلة الباب وقالت لها أهلا منار، أنا كنت غنتصل بك ونسيت، مزيان ملي جيتي.
بقات منار كتشوف السيده فضيله اللي كتقول لها ما بقيناش، ما غاديش نخدم معاك. في الواقع انا ما بقيتش غنخدم معاك نهائيا. وما بقيتش غادي نكتب القصه ديالك. صافي ما بقيتش مهتمه بهاد الفكره هادي. صافي بقات منار غير كتشوف فيها وهي تقول لها منار كيما بغيتي يا سيده فضيله، المهم اللي بغيتي. وبغات تمشي منار وهي تقول لها تسناي. قالت لها فضيله تسناي واحد الدقيقه، وهي تعطيها واحد الراتب. قالت لها هادي الاجره ديال الايام اللي كنتي كتجي عندي فيها باش كنا تنكتبوا القصه. قالت لها منار لا لا بلا ما تعطيني. قالت لها سيده فضيله لا، غادي تاخدي الاجره ديالك. هادشي من حقك ولو تجي غير مره واحده. انا ما يمكنش ليا ناكل شي واحد في الاتعاب ديالو. وهي تقول لها يلا بسلامه، وهي سد ليها الباب في وجهها. وبقات منها مصدومه وكتشوف رده الفعل ديال السيده فضيله. وبعد ما جات منى للدار كانت كتشوف فريده اللي كانت يفك ديك الاحجيه باعجوبه وبسرعه. هنا فاروق قال لمو منار ماما واش انا غبي لاني ما كنتمكنش انني نفك الاحجيه. قالت ليه مو لاش الهضره كتقول. هي تقول لي جيهان اذا انت انا غبيه على هذا الحساب، هاد الهضره اللي كتقول. قال لها فاروق اذا واش انت غبيه. قالت ليه منار لا ولدي ما تقولش هاد الهضره هادي، هاد الشيء ما عندوش علاقه بالغباء، وانما خوك رضا عنده قدره خاصه فد الاحجيات هادو تيفكهم بسرعه. قالت ليه مثلا انا غادي نقول لك بحال جيهان اختك كترسم مزيان. تخيل لو كانوا الناس كاملين متشابهين كانت كتكون الحياه ممله. ويقول لها علاش. قالت لي لان مثلا اختك جيداء كتعرف تغني، عندها الصوت زوين وانا ما كنعرفش نغني، ولكن انا كنعرف يعني نطيب، كنعرف نطبخ وهي ما كتعرفش تطبخ. وديك الوقيته هو فاروق قال لها لا هي كتعرف تطبخ. وهي تقول لي شوف عايل هذا الولد هذا كيجي من جيداء. وبقات جيهان كتضحك وبقات كتقول ليه جيداء بصراحه الله يحفظك ليا. وهنا قالت ليه منار اذا انا اللي كنعرف نغني وهي كتعرف وهي كتعرف طيب. وبقات يقول لها لا انت ما كتعرفيش تغني. وبقى بقاو كيضحكوا كاملين. وبقات تقول ليه جيداء شوف هذا الولد واخا حنا مقلقين بصراحه ضحكنا وغير لينا الجو. وهي تقول لها جيهان علاش مقلقين ياك لاباس. وهي تقول لها جيداء لا لا ما كاين والو، غير جات هاد الهضره على لساني. وهنايا كتسمع الدقان اللي كتمشي تفتح وكتفاجئ بعمران اللي جايب ليها ولدها ساتيلميش. الولد كيمشي كيعنق جيداء وتيقول لها انت زوينه بزاف ماما، واش انا عزيز عليك. هنا عمران شاف جيداء وقال لها مرحبا جيداء، وهي تقول ليه مرحبا وهي مصدومه وكتشوف. وفاروق ملي شافو قال لها شكون هو هذا الولد هذا. قال لهم هو يا ساتيلميش انا الابن ديالها. بقات منار كتبسم ورضا اللي ناض حتى هو كيشوف فيه وما عجبوش الحال ومشى رجع جلس بلاصتو. وهنايا جيداء اللي قالت لعمران دخل خليتك على الباب. وهنا بقات منار كتقول للوليد انا اسمي منار، انا الصديقه المقربه ديال الام ديالك جيداء، وانا الجاره المقابله ليها. وهنا بقات تقول لي هذا ولدي فاروق وهذه بنتي جيهان. وبقات يقول مساتي مشاش هاد الاسماء هادو. نيسان هي شوباط. وهو يقول ليه فاروق الاسماء ديالنا راه زوينه بزاف. قال ليه اسكت انت فاروق العجوز. وبقى كيضحك على الاسماء ديالهم. وهي تقول لي جيهان شو سميتك نتايا. قال لها انا سميتني ساتيلميش، ولكن ما قالوا لي حتى شي كلمه. هنا بقات جيداء كتقول للمنار عافاك اهتم بالولاد انا غنهضر مع عمران. وقالت لعمران اجي نتكلموا في المطبخ. وهي تعنقوا وهي تقول لي في الحق انت اسد، انت يا سبع، انت في الصراحه خليتي ليا رضا درتي كل ما في وسعك باش تحل هذا الامر وعطيتي الفلوس من جيبك. انا كنشكرك بزاف، ما عرفتش كيفاش كنرد لك هذا الجميل هذا. وبقى عمران اللي كان معصب قال لها بصراحه جيداء في الواقع راه الامر سيء بزاف. هذاك الراجل راه تراجع وبغى بزاف ديال الفلوس وانا كندير كل ما في وسعي باش يعني نرضيه. وهي تقول ليه جيداء شحال بغى، مالو شحال بغى. قال لها بغى واحد المبلغ كبير لاني المبلغ اللي ما نقدرش انا نعطيه ليه، بغى 100,000 دولار. وهنا قالت ليه اذا علاش جيتي نتايا، واش جيتي باش تخلي لي هذا الولد هذا على ولد الحقيقي، واش جيتي باش تاخذ رضا تديه وتخلي هذا. قال لها عافاك جيداء تهدني ما جيتش باش ناخذ منك رضا ولا شي حاجه، رضا غيبقى معاك حتى نحاول شنو غندير حتى نحل هذا الامر هذا. قال لها جيت باش نخلي لك ساتيلميش هنايا معاك. قالت ليه شنو علاش غتخليه معايا، ياك كنتي انت متشوقت على هذا الولد هذا وكنتي باغيه. قال لها انا ما يمكنش نهتم به دابا. قالت ليه على اساس انك انت اللي كنتي باغي تهتم به ماشي انا، وانت اللي كنتي غترعاه. ودابا واش الامومه ديالي عاد عجباتك، واش عاد الامومه ديالي ولات غاليه عندك.
قال لها: "تهدني يا جيدة، راه أنا غادي نمشي لألمانيا لأن الأم ديالي مشات لألمانيا عند الأخت ديالها، ولكن مرضات وزاد عليها الحال ودابا غادي يدخلوا لواحد العملية وأنا خاصني نمشي لألمانيا دابا، وما يمكنش يدي معايا ساتلميج." داك الشيء علاش جبتو باش يبقى معاك نتيا، هاد الشيء جيت باش نطلب منك هاد الشيء هذا. وهي تقول ليه: "وعلاش ما خليتيش مع الحبيبة ديالك قسمت، ياك نتوما بجوج اللي خططتوا باش تجيبوا هاد الطفل هدايا هنايا." قال ليها: "راه عندها الخدمة بزاف." قالت ليه: "وأنا ما عندي لا خدمة لا والو، دابا أنا ما عندي لا خدمة لا حتى شي حاجة." وسمعتهم منار وجات هي تقول لها: شوفي، أنا اللي غنهتم بالطفل، أنا اللي غنهتم بصاتي الميش، غير ما تنوضوا الصداع، بركة ما تدابزوا، راه الوليدات راهم غادي يسمعوكم، أنا صوتكم راه مرتفع وراني سديت الباب ديال الغرفة غير باش ما يسمعوكمش." وهنا عمران قال لها: "شكرًا بزاف منار." هو يقول لهم: "أنا خصني نمشي، خصني نلحق الطيارة غتمشي عليا." ومشى خرج باش يمشي لعند الأم ديالو لألمانيا. وهنا بقات تقول ليها منار: "شوفي جيدة، أنا ما نسمحش لك أنك تفرغي الغضب ديالك على الابن ديالك، هو ما عنده حتى شي ذنب، هو طفل بريء، ما تنسيش هاد الشيء، هو طفل بريء ومسكين." وسمعوا الغوات شوية جاو كيجريو عند الوليدات، اللي لقات ساتي المش راكب على فاروق تتقول ليه منار: "بعد منه، بعد منه." تهرس ليه الظهر ديالو. قالت لها جيهان: "ماما راه قفز على الظهر، نقز على الظهر ديال فاروق وبقى يدير بحال هاد الحركات." وهنا فاروق عجبو الحال، قال لها: "هذه لعبة الحصان." أما ساتلميش قال لها: "شكون هو هاد الولد هذاك على رضا؟" قالت ليه: "هذا خوك رضا." هو يقول لها: "علاش ما كيتكلمش؟ واش قطعتو اللسان ديالو؟" بقات مرة كتشوف فيه متفاجئة، وفاروق اللي بقى ابتسم وعاجبو الحال، ورضا اللي حاني راسو كيسمع ليهم. وكانت هذه الحلقة ديال اليوم، والسلام عليكم.